السلام عليكم متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. اليوم نقدم لكم حلقة عن أجوبة عن بعض أسئلة المتابعين الأعزاء، وهي معلومات مهمة عن تربية الطيور، فتابعونا للأخير. الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد حتى تستفادون من الفيديو. متابعينا الأعزاء، بالفيديو السابق قدمنا لكم الفيديو كان عن نظافة مكان الطيور، ونظافة أكل الطيور، ونظافة الماء المقدم للطيور. فنستمر بهذا، يعني بداية هذا الفيديو نستمر بهذا الموضوع. النظافة مهمة جدا 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 للطيور، لأن إذا ماكو نظافة أي مرض معدي ينتقل. يعني إذا ما تحافظ على نظافة مكان الطيور وأكل الطيور ومي الطيور وحتى الطيور نفسها، يعني أستخدم لها إذا أخلي لها مي للاستحمام، وشارح لكم شلون تخلي مي وشلون نضيف له الخل والملح، هم يحافظ على جسم الطير ويحافظ على صحة الطير. واكو فد مواضيع مهمة، منها احد المتابعين الله يحفظهم اسمه اسد سألني يعني بالفيديو السابق بالتعليق شنو او شنو فائدة الفحم للطيور. سؤال كلش حلو ومهم. انا استخدم الفحم، او الفحم يستخدم اهم شيء في تعقيم المكان، يعني شلون تعقيم والمحافظة على والقضاء على الريحة الكريهة والرطوبة. شلون استخدم الفحم؟ الفحم هاي القطع الفحم العادية انا استخدمها شلون؟ يعني اخذ قطع فحم اخليها، يعني شلون اكو فتحات هنا بالطابوق، اخلي هنا قطعة فحم، هنا قطعة فحم، انشرها بالبرج، يعني وين المكانات هنا فوق، حتى ذا بالسقوف، بس مو بالارض لان بالارض تاخذ رطوبة. هنا بالفراغات، هنا أنا مثلا بالفراغات اي فتحة بالحائط مثلا، هنا أنا اخلي قطعة فحم. ذا عندي، ذا اجيب فحم مرة ثانية، هسه ما عندي، اشرح لكم بصورة عملية شلون اخليه. حتى ذا اعلقها هنا بالمشبك او بالسياج مالتنا. فشنو فائدة الفحم؟ فائدته يطرد الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة اللي بالطيور، يعني يسحب الرائحة اللي يسحبها حتى نستخدمها يعني بأي مكان، يعني يقضي على الرائحة الكريهة ويساعد على يعني الرطوبة وتعقيم المكان، وفيه فوائد هواية. هاك يستخدمونه يعني طوز. إن شاء الله أشرح لكم فيديو خاص، يعني الفحم المطحون يخلوه على مي، أو يستخدموه بخلطة التحديق، يعني ويا الرمل ويا ينخبط خلطة التحديق. فإن شاء الله الفيديو أشرح لكم شلون يستعمل بإذن الله تعالى. أحد المتابعين أيضا سألني عن التنظيف أو تعقيم البرج، شلون بيش أنظفه وبيش أعقمه. شلون أنظف البرج بيش؟ يعني شو بيش أنظف البرج؟ الشيء الأساسي البرج أنظفه يعني بمي. يعني هسه أنا عندي البرج مالتي كاشي من أرضيته، أغسله بالمي غسل جيد جدا، غسل بالمي جيد جدا، أزيل كل الأوساخ وفضلات الطيور. أنا يعني بأغلب الأحيان ما أستخدم شيء، يعني بس المي، ولكن إذا تريد يعني بس مو رأسا ورا ما كاملة تنظيف، يعني ما تجي تستخدم الديتول أو معقمات ويا هاي الكمية الكبيرة من الأوساخ، لا، ورا ما أكمل نظافة البرج والأرضية مال السطح أستخدم أي تعقيم، يعني ديتول، أرشة بنسبة خفيفة، أي معقم تعقيم، ديتول، قاصر، يعني كله يشتغل.
وإذا أريد أرش يعني التعقيم واحد وتنظيف واحد. أنا التنظيف يعني أنظف مي وماسحة، وأنظف البوريج والأرضية مالته، لأن هي الأوساخ تتراكم بالأرضية، فأنظفها بالمي تنظيف تام، ورا ما أنشفها، لأن إذا أخلي مي الغسل هذا تروح كمية كبيرة من المعقمات، فما راح أستفاد منها. فورا ما أكمل تنشيفه وتنظيف البوريج أو السطح، أرش أي تعقيم، وخاصة يعني البوريج، داخل البوريج مثلا ديتول، بس مو كميات كبيرة يعني بالأرضية، وحتى إذا على الحيطان على الخشب ماكو إشكال. واكو شيء ثاني معقم، حتى الخل يستخدم للتعقيم، تعقم به يعني مثلا سقاية المي، سقاية المي، المواعين مال الاكل، الطيور هم معقمين، حتى ارشها باي مكان، يعني هو معقم عام. انا استخدم الخل دائما يعني بسقاية المي، استخدمه بالمي كل اسبوع، فهو ما يحتاج بعد عقمهن، لان انا اصلا مستخدم الخل بالمي كل اسبوع استخدمه. خل التفاح شارح لكم هاي الطريقة. واحد المتابعين الأعزاء سألني عن المي، يقول لي تقول يومية أبد مرة مرتين، شلون يعني؟ يعني المي ما مو شرط مرة مرتين، عدان السقة يعني موضحة، يعني مثلا هذا السقة هذا ما يدخل فيها فضلات الطيور، هي مرتبة إلا نادرا، فإذا تبقى يوم كامل ونظيف المي ما يحتاج أبدله، حتى إذا بقى يوم كامل ثاني يوم أبدله، يعني يومية. إذا هسه كمية الطيور يعني تقريبا يخلصنها باليوم، فثاني يوم يعني هي 100، يعني هي ديناميكيا راح أبدلها. فيومية الصبح أخلي مي جديد، خاصة بالشتاء، لأن إذا تخليه مليان المي بيها الصبح يصير بارد كلش، هم يأثر على الطيور. فيوميا أقل شيء مرة باليوم، يعني يوميا الصبح أخليه مي جديد، وإذا يتوسخ المي يعني بأي وقت يتوسخ أبدله، بأي وقت يتوسخ المي أبدله. أهم شيء بالبرج تنظيف الأرضية، لأن هي الفضلات توقع بالأرضية، وكذلك يعني بالمي، أنا مثلا أنظفها بالمي والماسحة الأرضية، وأرش على الحيطان، على الرفوف، على المشبك، على الحيطان أرش يعني معقمات مثل خال أو ديتول، بس مو كمية، ديتول مو كمية قوية خليها توقع بعيون الطيور مثلا، يعني تعقيم بسيط. وإذا بالخل ما يأثر الخل، بس لا يوقع بعيون الطيور، وحتى لا يوقع بعيون الطيور لأن يعني ذا كمية قليلة، لأن هن سبحة البيمة ما يأثر عليهم إن شاء الله. زين نظافة الأكل شلون يعني؟ الأكل ما أخليه 24 ساعة بالبرج. إذا بالبرج إذا تخلي الأكل برا مثلا بيها مجال، يعني مثلا على السطح الأكل تخليه بمواعين أو هكذا، أو بدون مواعين برا يعني ما يتوسخ، حتى إذا تخليه هم ما أخليه كميات كبيرة، بس إذا داخل البرج ما أخلي كمية كبيرة، حتى إذا مواعين، حتى إذا بأوعية، لأن إذا تخلي كمية كبيرة ويكتفي الطيور تكتفي من الهاي، فاعتيادي راح تضرر ويوقع عليه، وإذا طير مريض راح ينتقل العدوى للطيور الأخرى. فأخلي كمية على قد ما ياكلها الطيور الصبح، فيعني خلصنها عشان أعرف إيش قد يكفنهن على عدد الطيور، ومرة العصر هم على عدد الطيور حتى ما يبقى وينقل الأمراض. وحتى الأكل الهواية مو بس مضرة نقل الأمراض، الطير هم يثقل وتصير عنده شحوم، الطير أبو المطيار ما يطير، والاحتمال الطيرة تبيض إذا تصير سمينة وعندها شحوم، أما احتمال ما تبيض تتكيس المبايض مالتها. فتحافظ على نظافة الطيور وعلى نظافة الأكل، وكميات معينة على قد ما يحتاج الطير.
يعني تنظيف تقريبا كل 5 أيام. البرج الفريق هسه هذا أني قبل 3 أيام نظفته وشوف هم بدأ يتوسخ، فلازم كل 4 أيام 5 أقل شيء إذا هو يطير أنظفه. هسه بداية فصل الصيف عندي. بفصل الصيف الأمراض يعني قليلة، أو ماكو أمراض، ما عندي أمراض بفصل الصيف، لأن أكثر أمراض الطيور هي التنفسية والكنكر وغيرها يعني بالشتاء. بالصيف فقط الجدري يأذي الطيور، يعني المرض المؤذي الجدري، واللي سبب الجدري يعني هو البق البعوض. يعني استخدمت انا علاجات من يصير جدري ما تفيد. فأهم شيء للمحافظة على الطيور فصل الصيف إذا اكو بق بمكانهن استخدم يعني طاردات مثل المبيد مال البق، بس هذا مو عملي يعني يوميا تدير مبيد مال البق. فأنا استخدمت يعني بالسنتين الأخيرة مادة الغاز، وشارح لكم فيديو شلون استعملها. أرش مادة الغاز على الحيطان على الرفوف مادة الغاز، وأخلي الطالة مال المي أبو الربع أترسن على النص، على النص وأعلقهن بالبرج. يعني شلون أنا شارح الفيديو، وراح أشرحها لكم إن شاء الله في فيديو جديد. الغاز يطرد البق، فإذا ماكو بق بالبرج وما يقرص الطيور الافراخ بق، فما راح يصير مرض الجدري نهائيا، وهذا شيء مجرب واكيد 100%. فانا ليش اخلي الجدري يصير وعلاجه صعب وما ينجح ويقضي على الافراخ بشكل تام؟ انا يعني قبل 4 سنوات 5 صيفيه كامله ما صار عندي افراخ، اغلبها ماتت، حتى اذا ما يموت يعني يبقى مريض من الجدري. فاستخدم مادة الغاز 24 ساعة. صراحة استخدمها منها وهيك يعني بدل البق، راح استخدمها بالبرج تطرد البعوض. فمن تطرد البعوض بعد ما يصير جدري بالطيور اللي هي بالافراخ ابد ما يصير جدري. والجدري الله يشفي الشر يعني انها يقضي على الافراخ بشكل تام. فاستخدم الغاز واقضي على الجدري، او وقايه يعني مو تقضي على الجدري اصلا، وقايه ما يصير نهائيا، ما يصير اي مرض جدري اذا ماكو بق. واذا ماكو بق يعني بمنطقتك مثلا مدينه كبيره ما بيها بق بعوض، فما يحتاج حتى الغاز، هو اصلا ماكو سبب يخلي ينتشر مرض الجدري. اخوان ايضا احد المتابعين سالني عن الطيور، يقول البيض ما يفقس، يعني مثلا تبقى يقول انتظرها الى ان تتركها الامايه، يعني تترك البيض وما يفقس. اخوي هو يعني اكو فد معلومات بسيطه اقدمها لكم. مثلا البيضه من الطيور من يرقدن على البيض 21 يوم تفقس البيضه، خاصه بالصيف 21 يوم. هي بالصيف والشتاء 21 يوم 22 يوم. اذا ما فقست يعني صار 25 بعد ماكو، اذبهن اكسرها. او الاحظ بال 21 يوم الاحظ الطيره مثلا البيضه جاي يحاول الفرخ اللي داخلها يطلع. اذا ماكو يعني هاي فاسده. فشنو السبب؟ يقول شنو السبب يعني يفسد الطير؟ مثلا يجوز الطير تم مذيره مثلا تدخل البرج يترك البيض مالته فتره، يفسد الطير. يعني لا يتركها فد نص ساعه، يعني الأماية ما راقدة على البيض تفسد البيض.
ومعلومة ثانية، مرات أنا أشوف يعني مثلا الكتكوت ما يقدر يطلع من البيضة، أحاول أساعده يعني بالخروج من البيضة. احتمال البيضة قشرها قوي لأن كالسيوم قوي، بس مو أفتحها رأسا لين يموت، يعني بشكل بسيط أساعده. إذا مثلا عنص طالع وباقي مشكل، أخرج القشرة مال البيض وأساعد الأفراخ على الخروج. تحياتي لكم متابعين الأعزاء، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد.